السلام عليكم. كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله تكون اموركم بخير وعلى خير يا ربي، ولقاكم هذا الفيديو ديالي في احسن الاحوال. اليوم غادي نشارك معكم فيديو جديد على قناه اطروجه شانيل. منزل معروض للبيع في مدينه مراكش، وبالضبط في حي المسيره 3. هذا هو المنزل ار بلس 2، وكاين حمام بلدي وبيت في السطح. هذا المنزل هذا فيه 4 الكراجات في السفلي، يعني الطابق الارضي. هذه هي الدخله ديال هاد السكنه. قبل ما نكمل معكم الفيديو، كنتمنى انكم تشتركوا في القناه، تفعلوا الجرس باش يوصل لكم كل جديد. راه النص الكبير ما مشتركش في القناه، راه كيخبرني اليوتيوب بانكم كتفرجوا، ولي زابوني ما كتعدلوهاش. ولايك حتى هو مهم، وبارطاجيو مع ناسكم وحبابكم والاصدقاء ديالكم. كيف شفتوا معايا الدخله ديال الدار هي هذه. هاد الباب هذه كتخرجك من واحد الكراج اللي بان معنا في البدايه، وكاين تما واحد تحت الدروج، كاين واحد بحال الخزانه هكذا الاحذيه. ودابا يلا ندخلوا نشوفوا الفصاله ديال هاد جوج الطوابق. بالنسبه للطابق الاولاني، الفصاله ديالو مختلفه تماما على الفصاله ديال الطابق الثاني. والدار الصراحه يعني بنيه ومفينيه من داكشي، نقيه، ويعني دخول كما كنقول لكم، يعني ما نقول لكم هاد الهضره يعني لا ضمانتي. ادخل وانت عينك مشدودين من ناحيه البنيه، من ناحيه الفينيسيون، يعني الاساس راه كاين. هذه هي الدخله. بالنسبة للمساحة ديال الطابق الأولي والثاني فيهم 116 متر. هنا في الدخلة كنلقاو هاد القويعة الدار الصغير، وعلى يدنا الشمال كاينه طواليت. غادي نخليوها حتى الاخر، وغادي نشوفوا دابا هذا الصالون اللي قبلتنا. كنوريكم فكرة من الاول، عاد نشوفوا بالتدقيق ان شاء الله. هنا هذا اللي في جنب هذا الصالون كاين غرفة النوم، تبارك الله كبيرة، وفيه واحد البلاكار اللي كيبان لكم قبلتنا من الحيط للطرف للطرف وحتى للفوق، يعني كاين العلوفه. هانتوما كتشوفوا التفاصيل كامله، وكذلك داك الشرجم اللي كيطلل. غادي ضروري غادي نعمل واحد الاطلاله باش تعرفوا الدار علاش يعني هذا الشرجم كيشوف. كيف قلت لكم هذه السكنه هذه راها شوكيه، وعندها 4 الكراجات في السفلي، يعني كل كراج بالباب ديالو. هانتوما يعني حتى الجودة ديال الخشب، النوع الممتاز، الديكور ديال اللي دايرين مولين الدار. هانتوما كتشوفوا. وبالنسبة للإطلالة كتطلل على الشارع اللي كنا واقفين فيه. كاين الهدوء، كاين السكات الصراحة. هذا الحي نقي، والناس نقيين اللي فيه. وبالنسبة للمرافق راه كلشي قريب له، غادي نذكرهم ان شاء الله في الفيديو. هنا قبلتنا هاد البيت النعاس فيه دوش خاص ديالو. من غير هاد البلاكار ديال اللوح، كاين هذا ديال كيف كتشوفوا معايا ديال الالومنيوم، حتى هو من التحت حتى لفوقي بهذا الشكل اللي دايرين له موالين الدار. وهذه هنايا فقط دوش خاص بهذا البيت. ما تنساوش تعملوا لايك للفيديو باش يطلع الفيديو وتزيد القناه تكبر ان شاء الله، ويرجع فينا شويه الحماس باش دائما نجيبوا لكم الجديد. والحمد لله راه الحياه بدات كترجع لينا شويه بشويه، وباذن الله نوليو يعني كلشي مطلوق، والناس اللي على برا يجيو يشوفوا ناسهم وحبابهم، والعائلات حتى هما يمشيو عند بعضياتهم. وطبعا هذا ما يمنعش اننا نتخذوا يعني الاحتياطات ديالنا، لان المرض باقي كاين، ولكن ضروري شويه من الاحتياط باش هكذا الانسان يرد البال لصحته. هنا فاش كنخرجوا من بيت النعاس، كيف شفتوا معايا داك البيت تبارك الله مزيون وكبير. كاين هذا الصالون هذا اللي كيهز جوج المطارب ولا 3، كيف كتشوفوا معايا جوج كبارين وهاد اللي هنايا، وحتى هو كيطلل على الزنقه، يعني نفس الاطلاله ديال بيت النعاس. وهذه هي المساحه ديالو. وكيف شفتوا مالين الدار راه عاملين داك الكنابي ولا الفوتوي هكا في داك القويعات ديال الدار. هذيك اللي قبلتنا راه الكوزينه، غادي نشوفوها حتى هي. عجبتني الكوزينه، فيها واحد الحاجه مزيونه صراحه. احسن حاجه هي هذيك تكون في اي دار. هنايا غادي ندخلوا بيت كاين في جنب الصالون، بيت كبيبر حتى هو فيه جوج الشراجم.
واحد كيطلل على الاطلاله ديال اللي شفتو معايا ديال الصالون والبيت النعاس، واخر كيطلل للجهه اخرى. وكاين ضروري من البلاكار حتى هو من التحت حتى للفوق، يعني هذا البلاكار راه فيه العلو. هاد السكنه هذه جات يعني قريب ليها كل شيء، مدارس عموميه، مدارس خاصه، يعني كاين واحد المدرسه معروفه في هذه المنطقه هذه اللي هي اجيال الافاق. عده مدارس كاينين، كاين حمام، يعني كل شيء قريب ليها. وغادي يكون حداها، يعني غطل غير من الشرجم وغادي يبان لك المسجد. هذاك ان شاء الله غادي يكون في المستقبل عما قريب. وكملوا معايا الفيديو حتى الاخري، حيت الطبقه الثانيه الفصاله ديالها مختلفه تماما على الطبقه الاولانيه. هذه هي الكوزينه، تبارك الله كبيره، وغادي تشوفوا معايا فيها البلاكارات لتحت والبلاكارات الفوقي، وكاين داك الشرجم كبير حتى هو اللي كيدخل الشميشه وكيخلي الكوزينه تكون مهويه. هذه هي المساحه ديالها من هنايا كيف كتبان لكم. وحاجه اخرى اللي قلت لكم عجبتني في هذه الكوزينه هي غادي تبان لكم دابا، هو يلا هو هذا السيجور هذا اللي يعني منه الكوزينه، وكبيبر حتى هو صراحه اللي عنده الوليدات سواء كبارين ولا صغارين. يعني هنا كياكلوا، هنا كل شيء كتبقى الوسخ كامل كيبقى في الكوزينه، ما كيخرج لك شي ديك الفتات ولا الليدام ولا هذا. يعني اللي عنده الوليدات راه عارف هذا الشيء هذا، حتى سواء اللي عندها خوتها ولا هذا راه عارف، تكون عارفه هذه النقطه هذه. والمساحه ديالو زعما جات مزيونه، وكاين دارين فيها التلفازه، يعني واحد ياكل ولا يجلس يتفرج. انتم كتشوفوا معايا. وحتى هو هاد السيجور فيه واحد الشرجم اللي كيطلل للزنقه. غادي تشوفوا الاطلاله ديال هاد الكوزينه، هذيك الطريق الكبيره اللي كتدي للمحامد ولا المسيره، كتجي من هكا من الترقه. تما غادي يكون المسجد اللي قلت لكم غادي تبنى قريب ان شاء الله. هذه هي الكوزينه فيها نيت هذا البلاكار في هذا القنت هذا. ودابا نكملوا الفيديو، ندخلوا نشوفوا اخر حاجه في هذه الطبقه الاولانيه اللي المساحه ديالها 116 متر، والوراق ديالها راه ناضيين، يعني الدار تيتر. وكاين واحد الامكانيه غادي نقولها لكم ان شاء الله من نكملوا هذا، يعني ما تشوفوا معنا يعني باقي التفاصيل. هنا حاشاكم طواليت، وفيه نيت هنا معزول البلاصه ديال الدوش، معزوله بهاد الالومنيوم هكذا باش كيكون الحمام سخون. وعلى برا كيف شفتوا معايا في الداخله كاين اللافابو ديال اليد اللي جا حتى هو معزول على الطواليت. الامكانيه اللي قلت لكم كاينه هي ان ممكن تباع كل ابارتمان بوحديتها. هذه هي الصاله الطبقه الاولانيه، ويلا نطلعوا نشوفوا دابا الطبقه الثانيه. هذه هي الطلعه ديال الدروج. بالنسبه للطابق الارضي راه كله كراجات باش تكونوا يعني تعرفين معايا كيف اللي جا هكذا اللي ما سمعش هذه المعلومه. الطابق الارضي كله كراجات، الطابق الاولاني كيف شفتوا معايا الفصاله ديالو، وهذه الفصاله ديال الطبقه الثانيه حتى هي نفس المتراج 116 متر. هنايا صورت لكم هكا، بعثت لكم شويه باش تبان لكم الفصاله بالضبط عن بعد، وعاد غادي تشوفوا التصوير العادي يعني باش نشوفوا كل حاجه بالتفصيل. هذه هي الدخله، كاين هاد القويع الدار حتى تبارك الله مقبصه ومصبوغه مزيان ونقيه. يعني صراحه البني ديال الواحد اللي باني دارو بيدو راه عارف شنو كيبني. وهنا على اليسار ديالنا كيف لتحت كاين حاشاكم الطواليت. هذا دابا غادي نشوفوا الفصاله ان شاء الله. هاد الطبقه الثانيه جات، هذا اللي قبلتنا فيه صالون كبير حتى هو ومقبص كيف قلت لكم. ما عرفتش علاش راجعه للطواليت سيري للصالون. هذا هو الصالون. كنحاول نجيب لكم المساحه يعني من بعد باش تبان لكم يعني هكا الحقيقيه كيف كيبان في الواقع. باقي غادي نشوفوا السطح حتى هو سطح فيه بيت الغسيل كيف قلت لكم وبويت، وفيه حمام بلدي، وعاد سطح بوحديته.
كملوا معايا الفيديو وما تنساوش لايك الاشتراك اللي باقي ما اشتركش، وبارطاجيو مع ناسكم وحبابكم. وكنشكركم بزاف بعدا واخا هكاك على الدعم ديالكم، وكنعتذر بزاف هكذا كنتعطل عليكم. خصنا شويه ديال التشجيع باش حنا نزيدو عاوتاني نعطيو، لان هذا المجال ماشي سهل. تمشي هنا في مراكش تبارك الله مع الحراره، انتما كتسمعوا الصوت ديالي راه مبح شويه، راه غير الحراره ما شاء الله اللهم بارك، الله يرحمنا يا ربي الله يلطف بينا. راه سخنات الدنيا هنايا، والحمد لله كل حاجه بالوقت ديالها. هذا هو الصالون وشتو المساحه ديالو يعني. ودابا غادي نشوفوا هاد الصويلن اللي قبالته اولا السيجور، يعني مفرش على شكل ال، وحتى هو نفس الفينيسيون. غادي نشوفوا حتى الاطلاله ديالو على الزنقه. هذه هي المساحه ديالو من هنايا. الدويره تبارك الله نقيه. اللي عنده الغرض وباغي يشوفها، الناس اللي معقولين كنخلي رقم التليفون يتواصلوا معنا الى لقاوه مشغول او طافي، ما فيها باس يخليوا الميساج ديالهم في الواتساب او لا يعاودوا يتصلوا كيف قلت لكم، ولا يعاودوا يتصلوا في وقت اخر. هكذا غادي نجاوبوا على كل شيء. وراه التعاليق حتى هما خليو لي التعاليق، راه كنقرا كل شيء وراه كنجاوب. واللي بغى يتواصل معايا مباشره على الانستغرام راه كنخلي الانستغرام ديالي في صندوق الوصف. مرحبا بكم. وهكذا يعني كيكون واحد التواصل بيناتنا. اللي بغى يسقسي شي حاجه ولا بغى يستشرف شي حاجه واللي ثق فيا راه كنعطيه داكشي اللي كنعرف. هنايا في جنب هاد الصالون الثاني ولا السيجور كاين هاد البيت هذا، حتى هو المساحه ديالو جات هاد الشكل هكذا. يعني ما نقدرش نعطيكم العبر بالضبط شحال في هاد البيت ولا هذا ولا هذا. المهم اللي واحد كيشوف وراه كيبان له المساحه. هاد البيت فيه جوج الشرجم حتى هو بحال التحتاني. واحد كيشوف الزنقه الاخرى وهذا كيشوف الزنقه فين كاينه هاد الطريق الكبيره. كيف قلت لكم تما غادي يكون الجامع ان شاء الله. انا كتعجبني السكنه اللي كتكون حدا المسجد. الا لاحظتوا في اي فيديو كنلقى شي سكنه هكذا كتكون سبحان الله محببه الى قلبي. سبحان الله كيكون عندها واحد وكنظن اغلبيه الناس الدار حدا الجامع، واخا تعكز على الصلاه ديالك ولا كتسمع الاذان غتنوض بزز منك تصلي الصلاه ديالك في وقتها، سواء الاوقات النهار او لا ديال الفجر. وفي جنبه كاين بيت اخر. يعني هاد الطبقه الثانيه فيها جوج د بيوتا سيجور اولا داك الصالون الصغير وصالون كبير، كوزينه وحمام ديالها. هذا نفس الاطلاله اللي في هذا البيت، وفيه حتى هو البلاكار. هذا البيت هذا فيه البلاكار وبيت اخر فيه البلاكار. كيف قلت لكم بالنسبه للثمن ديال هذا الدار كتباع كلها بالكراجات ديالها 4 الكراجات لتحت. الطبقه الاولانيه الطبقه الثانيه والبيت في السطح وبيت صغيوار وحمام بلدي. الثمن ديالها 170 مليون قابله للتفاوض. واللي بغى كل ابارتما بوحديتها راه ممكن تباع كل ابارتما بوحدها. هنايا الكوزينه غادي نكملوا الصاله اللي بقات لينا. كاينه الكوزينه كيف كتشوفوا معايا، والموقع ديالها صراحه واخا المسيره 3 موقع مزيون الهدوء قريب له كل شيء حداه. يعني كل شيء كيف قلت لكم المدارس الناس اللي كيسولوا على المدارس، حدا حمامات، حدا يعني السواق، كاين ملاعب على القرب، يعني كل شيء حداه. هنا مراكش ولا اي منطقه ولا اي حي كيكون مجهز بكل شيء. هذه هي الكوزينه والمساحه ديالها فيها البلاكارت غير من التحت. هذه هي الفصله ديال هذا الطبقه الثانيه. وكاين هنا قبلتنا حمام ديالها. اول حاجه كنلقاو قبلتنا اللافابو ديال اليدين اللي معزول على الطواليط حاشاكم. وهذا دوش وحمام. وشكرا للناس اللي كملوا معايا الفيديو حتى الاخر. خليوها لي في التعاليق، خليوها لي في التعاليق نشوفوا شحال الناس كملوا معنا الفيديو حتى الاخر. طبعا القدر المستطاع على حسب الوقت، حسب الناس ما كيكون ما عندهمش الويفي. الناس اللي مهتمين بهذا السكنه حتى هما رقم التليفون راه كنخليه هنايا، تواصلوا معنا ان شاء الله يكون غير الخير. وباقي السطح باش ما نساوهش حتى هو. كيف قلت لكم اللي بغى يتواصل معايا مباشره كنخلي الانستغرام ديالي في صندوق الوصف حتى هو. خليو لي التعاليق ديالكم، اي اقتراحات منكم، اي ملاحظات على الراس والعين.
راه من الملاحظات ديالكم والتعاليق راه كنردوا البال شحال من حاجة وكنستافدوا منها. هنا طلعنا للسطح دابا كنلقاو هاد البويت هذا اللي فيه من الداخل كاين غادي ندور غادي تبان لكم هنا بحال واحد الدخيله حتى هي بحال شي بويت صغير وراه عاوتاني تما هكاك. وهنايا كاين الشارجم كيطلع للسطح حتى ما كنفل حتى انا كلشي كان بالتدقيق. وهذا بويات ديال الغسيل حاطين مالينهم فيها ماكينه الغسيل وداكشي. وقبلتو غادي نمشيو دابا نشوفو اللي قلت لكم الحمام بلدي اللي حتى هو كاين. غادي ندخلو دابا نشوفوها. كاين واحد البويت هنايا بجنبو كاين هاد الشريجم وهذا هو الحمام اللي فات السطاح كيف قلت لكم في بدايه الفيديو، يعني تفاصيل كامله. وريت لكم ديال هذا الدار كتبقى الناس اللي مهتمين، يعني المشاهدين ديالنا يبارطاجيو الفيديو مع ناسهم والاصدقاء ديالهم. الفيديو لا تبارطاجاو كانت اللايكات ديالو طالعين ودار التعاليق حتى هما راه يقدر يوصل للناس اخرين اللي باقي ما عرفوش القناه. هكذا يعني كتساعدوني باش الناس اللي مهتمين بهاد المسائل بحال هذه يتواصلوا معنا. هذا هو السطح حتى هو عاملين له هذا الدريقه بحال هذا الشكل هذا. صراحه واحد السطح عنده مفجج غزال غزال غزال. وكيف قالت لي مولات الدار قالت لي حنا في ايام كورونا ما حسيناش بداك الضغط ولا داك الشده اللي كان مسدود علينا، لان كانوا كيعمروا الوقت ديالهم كامل فهاد السطيح. الصراحه اللي عنده سطح في الدار تبارك الله راه كيستافدوا. المهم نخليكم هنا حتى الفيديو، الى اللقاء والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.